والشخص اللي بتكلم معاه اهدي الدنيا شويه، البنت او الولد ما احاولش ان انا اتكلم كتير واعمل حركات كتير بايدي، ايديا ثابته الا في حاله ان انا اسلم عليه، الا في حاله ان انا اسلم عليها، الا في حاله ان انا اضحك واحط ايدي على وشي. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا، حركات بتعملها الانثى ولما تيجي تعملها يقع في حبها اي راجل في العالم مهما كان تقله ومهما كان قوته. يعني لو انت عندك الحاجة او عندك القدرة انك تقدري تعملي الحركات دي هتجذبي اي راجل في العالم او اي راجل انت عايزاه بشوية حركات تافهة جدا وبسيطة جدا. وكمان ممكن تراقبي البادي لانجوج بتاعت الراجل ده او لغة الجسد الراجل اللي انت مركزة معاه لما تعملي الحركات دي. يلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة، يلا. وكالعاده لو كنت جديد معنا في القناه فانا برحب بيك، بقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك، تدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن ان شاء الله بتعبك وصبرك واجتهادك. وقبل اي شيء طبعا ربنا هو اللي الحكمه اللي يديك اللي انت عايزه في الوقت المناسب، لا اكتر ولا اقل. انت لازم تشترك معايا في القناه لو كنت لسه جديد ودوس لايك، او لو ما عجبكش الفيديو دوس لايك. طب اول حركه في البادي لانجوج بتاعت الانثى اللي المفروض هي تعملها لو عايزه تجذب شخص معين تقيل وثابت وراكز، او تجذب اي حد هي عايزاه باختصار كده، ايه اول حركه؟ اول حركه هي ان هي بتيجي تبص للشخص دوت بنظره حلوه ورقيقه. يعني ما تكترش عن 3 ثواني اللي هي البصه دي، وتسكت خالص، ما تبصلوش تاني، نظره واحده بس تكفي. 3 ثواني بس يعلقوا ويبهدلوا الدنيا ويبهدلوا قلب اي راجل واقوى راجل واتقل راجل في العالم. البادي لانجوج بتاعتك لازم تستغليها كويس، لازم تستغلي المهارات اللي عندك دي وتورثيها بقى وتعلميها لغيرك باسلوبك وبطريقتك. النقطه اللي بعد كده، وممكن تضحك وممكن تقول مش عارفه ايه، حاجه برضو انت ما تاخديش بالك ولكن بتعمليها، بوز البطه. لما بتيجي تتصوري وانت بتعملي كده، الحركه دي ممكن تكون جنسيه شويه عند بعض من الرجال ياخدها بالطريقه الجنسيه، ولكن بتبقى جذابه جدا للراجل، تجذبه تسحره. في رجاله تقيله ممكن ما تاخدش في الاعتبار بسبب يعني الحركه دي، ولكن عند اغلبيه الرجال يعني 70% الحركه دي يعني في البادي لانجوج لا تغري شويه، وخصوصا الرجل العربي لان هو دايما بيحب يركز، والبنت العربيه بطبعها بتحب تهتم بنفسها ووشها اهم شيء. النقطه اللي بعد كده علشان ما نطولش عليكم حلقه النهارده، انك تتكلمي معاه بصوت واطي لما تيجي فرصه او لما تسمح فرصة، او لو هو جنبك او لو هو مركز او لو هو سامعك. تتكلمي عامة مع الشخص اللي انت بتتكلمي عليه بصوت واطي وبرقة، وتبيني له انك متحضرة وعادي الحوار، يعني الدنيا مش هتقف. النقطة الرابعة علشان ما نطولش عليكم حلقة النهاردة، ضحكتك التلقائية. ضحكتك التلقائية لما بتيجي تتكلمي مع شخص ما او بنت او ايا كان وضعك واجتماعك في اللحظة اللي هو موجود فيها، او في اي لحظة انت مش مركزة معاه فيها، انك تضحكي بتلقائيه كده. ضحكتك الهاديه اللي هي الرقيقه اللي مش متصنعه لما حد يجي يقول لي كلمه لا، في ضحكه رقيقه كده هاديه لما تضحكيها للشخص اللي انت بتتكلمي معاه وتبصي له وهو مركز معاكي وتضحكي. ده لو مركز، ولو مش مركز برضو هيشوفك عن طريق عقله. ازاي يعني؟ عن طريق عقله هيقول له بص بصه، فتلاقيه باصص وكده، انت مش شايفاه بيركز معاكي ميمي، لا ما بصليش، ولكن عقله هيوجهه ان هو يبص لك لما انت تدي كل حاجه من قلبك بجد. لما يكون في كلام مضحك فانت تضحكي بتلقائيه او تبتسمي بالراحه، مش شرط تضحكي وتعملي ها، ولكن ابتسامتك ورقتك وهدوءك هيجننوا حرفيا. ضحكتك دي لازم تبقى مميزه، دي نقطه في البادي لانجوج مهمه جدا، بتجذب، بتخلي الشخص اللي قدامك او قلب الراجل يتخطف وهو ذات نفسه مش عارف هو اتخطف ليه. لازم ضحكتك تبقى تهبل اي حد وتجذب اي حد وتخطف اي حد. النقطه الاخيره علشان ما نطولش عليكي حلقه النهارده، انك توجهي جسمك للشخص. مش شرط اني
اقف في وشه واتكلم او اقرب واتكلم، لا انا شايفاه واقف هناك اوجه جسمي كده والشخص التاني يوجه كده، يعني اوجه جسمي لاحسسه ان انا مركزه معاك او انا عايزه اوريله الصوره بكامل نورها وبكامل بدايتها ونهايتها، اوريله كل حاجه انا حابه اوريله البادي لانجوج بتاعي كله. لازم اكون هاديه واوجه جسمي، والشخص اللي بتكلم معاه اهدي الدنيا شويه، البنت او الولد ما احاولش ان انا اتكلم كتير واعمل حركات كتير بايدي، ايديا ثابته الا في حاله ان انا اسلم عليه، الا في حاله ان انا اسلم عليها، الا في حاله ان انا اضحك واحط ايدي على وشي علشان لما وشي يحمر. والنقطه دي مهمه جدا، انا بعتبرها في نقطه توجيه الجسم. لما وشك يحمر هيبان جدا، فهينجذب وهو مش عارف هو منجذب ليه، من الضحكه ولا لا من وشك ولا من النظره اللي انت بصيتها له بصه حلوه اللي هي 3 ثواني ولا اسلوبك بيفرق جدا. والبادي لانجوج اللي انت مش بتهتم بيه بيفرق جدا في اي شخص انت ما بتحسيش بده وهو كمان، ولكن انا اقدر استغل دوت واعمل لنفسي كاريزما حتى لو كان شكلي مش قوي، اقدر استغل ده واعمل لنفسي كاريزما حتى لو كان شكلي مش قوي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، واوعي تترددي في لحظه انك تكتبي لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايزانا نتكلم فيه، فانا هنا علشان خاطر اساعد حضراتكم. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.